بصراحة كده يا خميس انا تعبت منك ومن عيالك. ايه بس خير؟ حصل ايه تاني؟ انا ما اعرفش بقى، انا رايحة بيت اهلي اريح اعصابي يومين. ها خلاص براحتك. ماما مالك يا نوجة يا حبيبتي، في ايه؟ بصراحة كده يا ماما انا نفسيتي تعبت وجاية اريح اعصابي يومين. طبعا يا حبيبتي بيت ابوكي مفتوح في اي وقت. براحتك يا بنتي، اقعدي زي ما انت عايزة، بيت ابوكي مفتوح، تبقي ملكة متوجة في بيت ابوكي. شكرا يا بابا، هو ده العشم. خش دلوقتي ريحي ونامي وبكرة ربنا يحلها. نوجة يا نوجة قومي يلا، هتفضلي نايمة للظهر. ايه يا ماما، في ايه يا ماما؟ الساعة كام؟ الساعة 6 الصبح. يلا عشان ورانا حاجات كتير. 6 الصبح ورانا ايه؟ بقى يا نوجة عايزاكي تخلي الشقة دي قشطة، ترويقة من بتوع زمان. ايه؟ حاضر يا ماما. ها يا ماما ايه رأيك؟ الشقة بقت حلوة قوي صح؟ يا حبيبتي الله ينور عليكي. يلا بقى روح اعملي الاكل عشان ابوكي واخوكي جايين دلوقتي من الشغل. ايه اعمل الاكل؟ حاضر. يا سلام يا نوجة، اكلك وحشنا يا بت والله. اعملنا بقى كوبايتين شاي من بتوع زمان. شاي حاضر يا بابا. يا نوجة يا نوجة، وحشتني صينية البسبوسة اللي كنت بتعمليها زمان يا بت. ما تعملي لنا واحدة كده دلوقتي كده نحل بيها. صينية بسبوسة دلوقتي؟ ايوه يلا عشان السهرة تحلو. حاضر. يا لهوي اليوم ده كان طويل قوي، اما انام بقى. يا نوجة يا نوجة انت هتنامي؟ ايوه يا ماما، في ايه تاني؟ في حاجة تاني ولا ايه؟ المواعين اللي جوه في دي كلها في المطبخ مين هيغسلها؟ مواعين؟ يا لهوي هي لسه فيها مواعين؟ لا كده مش هينفع، انا لازم ارجع بيتي. بس هيبقى شكلي ايه قدام الخميس؟ اما اكلمه بقى وخلاص، انا تعبت. ايوه يا خميس تعالى خدني. ليه؟ ما طولتيش ليه؟ مش قلت هتقعدي يومين؟ لا الصراحة كده صعبت عليا، واكيد طبعا حيس من غيري، وانا عارفاك تغرق في شبر مية. انا ما غرقتش ولا حاجة، بس ماشي، عايزة ترجعي اهلا وسهلا. خلاص بقى هرجع البيت، تعالى خدني بقى. حاضر هجيلك دلوقتي. صحيح الست ملهاش غير بيتها وجوزها، ولا ايه رأيكم؟ قولولي. ايه ده؟ نوجة، ايه يا بنتي اللي جابك؟ خير في حاجة ولا ايه؟ اتخانقتي مع خميس؟ جرى ايه يا بابا؟ وانا لازم اجالكوا لما اكون متخانقة بس؟ ايوه يا حبيبتي، ما انتي كنتي لسه هنا من يومين. جرى ايه يا ماما؟ انتوا وحشتوني. وحشناكي؟ هو انت لحقت من يومين؟ يا لهوي على وجع الدماغ. بتقول حاجة يا سمسم؟ لا ما بقولش. انا مش هسيبك. انا هضربك مش هسيبك. يا نوجة انت مش سامعه العيال عاملين دوشه ازاي؟ ده كسروا المطبخ جوه. وايه المشكلة؟ عيل وبيلعبوا، وبعدين ما تروح تسكتهم، مش انت خالهم؟ والخال والد. ده هم يومين منيلين. يا نوجة يا بنتي، هو انت هتفضلي طول النهار نايمة كده؟ طب قومي اكلي عيالك. ايه يا ماما ما تروح تاكليهم انت؟ انا جاية ارتاح. جاية ترتاحي اكتر من كده؟ جدو يا جدو. يا حبيبي بس انت وهي، حرام عليكم يا نوجة، انا عيان يا نوجة وعندي القلب، عيالك هيموتوني. ايه يا بابا، في ايه يا بابا؟ ده عز الولد، ولد الولد، احفادك بقى ربنا يخليك ليهم. وكده هيخليني. يا نوجة مش هتروحي؟ الوقت اتأخر. لا يا ماما يا ماما انا بفكر ابات. تباتي؟ ايه ده؟ هما راحوا فين؟ دول سابولي الشقة ومشيوا، امال مين هيخلي باله من العيال؟ يا حبايبي قولولي بتعملوا زي ولا لا؟ ها يا نوجة، ادينا اهو عملنا قعدة وجينا عند ابوكي، قول اللي عندك بقى. من الاخر كده ومن غير كلام انا عايزة اتطلق. تتطلقي؟ هو انت كنت اصلا تطولي تتجوزي واحد زيي؟ ده انت ما كانش حد بيتقدم لك، ده انا اتجوزتك صدقة، حاولت اعمل صدقة جارية. اسم الله عليك يا حبيبي. هو انت كان في واحد راضية بيك؟ انت نسيت ناهد جارتكو اللي رمت لك الدبلة من الشباك؟
الله الله الله، ما تستهدوا بالله يا ولاد، مش كده برضه، عيب الكلام ده. قولوا لي بس ايه اللي مضايقكم من بعض؟ انا اقول لك بقى يا عم اللي مضايقني منها ايه. دي طول النهار قاعده قدام التلفزيون، قدام المسلسلات الكوري والتركي، ولا بتعمل اي حاجه خالص. انا برضو اسم الله عليك، ده انت العيال نسي شكلك، طول النهار في الشغل وبالليل على القهوة. مش احسن ما اقعد في البيت واقعد اكل بس ويبقى وزني 100 كيلو؟ انا 100 كيلو؟ طب بص لكرشك في المراية. عادي، اصلا الكرش ما يعيبش الراجل ما يعيبوش غير حاجه واحده بس، جيبه. حوش حوش، الفلوس اللي مقطعة بعضها، ده انت بخيل ايحة. بخيل؟ طب ما تقولي بخيل ليه؟ مش عشان انت على طول بتصرفي الفلوس في اي كلام فارغ؟ دي يا عم لسه جايبه ملاحه على شكل قرد، طب ايه لازمتها دي يعني؟ وكل حاجه تشوفها على النت تبقى عايزه تشتريها زي العيله الصغيره، وعلى طول بتسمع كلام اصحابها في الحاجات العبيطه دي. مش احسن منك؟ انت بتسمع كلام كل الناس ما عدا انا. انت ما تقولي ليه؟ ده انت شرطك بتأخر مش بيتقدم. وبعدين اما كل ما اقولك على حاجة تروحي تحكيها لكل الناس، واسرار بيتنا كلها بره. انا اللي بقعد على القهوة بالليل واحكي كل حاجة لصحابي. بس يا نوجة كده عيب، انا ما بحكيش اي حاجة لصحابي. لا انت بتحكي. لا مش بحكي، لا مش بحكي، انت كدابة والله العظيم. لا مش بكدب. بس يا دي الطوية، يلا اطلعوا بره، غرف داعية من هنا. ايه يا عم في ايه، تتحول ولا ايه؟ كده يا بابا انت بتطردني؟ يلا يا خمسمس نكمل خناقة في البيت. يلا يا نوجة يلا. ايه يا ولاد المجنونة؟ وانتوا يا حبايبي قولولي، مش المفروض خناقاتنا تبقى في بيتنا ومحدش يعرف عننا حاجة؟ قولولي رأيكم في التعليقات. مالك بس يا بنتي، شكلك حزين كده ليه يا نوجة؟ والله يا ماما خميس بيغلبني. ليه عملك ايه منيل ده؟ والله يا ماما بيعاملني أسوأ معاملة ومش مهتم بيا خالص، ورامي كل حاجة عليا. أنا اللي بودي الدروس وأنا اللي بودي التمارين وأنا اللي بذاكر للعيال ومش بيساعدني خالص، وبعد ده كله ما بسمعش كلمة منه حلوة خالص، وعلى طول بيشخط فيا وبيزعقلي، وعامل البيت لوكاندا، يجي ياكل وينزل على القهوة، ولو اكلمه بيقولي هو انا كده عاجبك مش عاجبك انت حرة. يوه ده اتجنن ده ولا ايه؟ هو فاكرك مالكيش اهل؟ لا ده لما يجيلي بس انا هعرف شغلي معاه. اهو يا ماما هو موجه اهو جه. سلام عليكم. ايه ده، انت هنا يا ماما؟ عامله ايه؟ منوره الدنيا كلها. ازيك يا جوز بنتي يا غالي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ربنا يخليك لعيالك ويفضل حسك في الدنيا. ماما انت بتقولي ايه؟ بس يا بنت يلا قومي اتجري حطي الاكل لجوزك، تلاقيه حبة عيني جاي من الشغل تعبان وجعان. ايه؟ وانتوا قولولي برضو مامتكم بتيجي مع جوازكم عليكم زي ماما كده؟